أحلى FM بحجم الحدث. اسمحوا لي أرحب بالسيد ماجد العروري، خبير في القوانين الإعلامية وحقوق الإنسان. أستاذ ماجد، صباح الخير. صباح الخير. إن شاء الله أمورك تمام. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا بك. صباح المستمعين. طبعا أستاذ ماجد، الكل كان ينتظر بنتائج لجنة التحقيق في أحداث مجمع المحاكم، وبالفعل بالأمس تم تسليم التقرير لرئيس الوزراء، وبنفس اليوم تم نشره لوسائل الإعلام. التقرير شامل يعني شمل 7 صفحات تقريبا، وبآخر التقرير كان هناك توصيات. حابة أخذ رأيك بمجمل أول شيء كلجنة التحقيق التي كانت هي أصلا غير حكومية، حكومية وغير حكومية، لأنه عادة لجان التحقيق إحنا بتكون عندنا رسمية نوعا ما أو حكومية. هالمرة كانت من هيئات مستقلة ونقابة المحامين والداخلية بنفس الوقت. فكيف لقيت اللجنة والتقرير؟ يعني أنا وجهة نظري بداية أن التقرير طبعا هو حجمه 35 صفحة وليس 7 صفحات، وهو تفصيلي ويسرد الأمور بشكله المتواصل، وتقييمي له بالدرجة الأولى بأنه مقارنة مع كل التحقيقات التي كانت تجري مسبقا. هو تقرير يتسم بدرجة معقولة من المهنية، وخاصة أنه يجري وفقا للجنة مشتركة رسمية وحقوقية، وبالتالي ضمن هذا السقف أن يخرج مثل هذا التقرير أنا أعتقد أنه إيجابي وجيد، وفيه مجموعة من التوصيات الهامة، لكن بالتأكيد لا زال هناك أيضا بالمقابل مجموعة من الملاحظات كان يفترض أن يتم الإجابة عليها. الإجابات إنه مجرد أن يعلن التقرير للجمهور أنا أعتقد أنه خطوة إيجابية، مع أنني كنت أحبذ أن يتم إعلانه خلال مؤتمر صحفي وبشكل كامل يتيح للجمهور توجيه الأسئلة حوله. هذا هو التقييم الأولي له. أعتقد في هناك مجموعة من الملاحظات أيضا حول هذا التقرير. طبعا تتطلب هذه الملاحظات أن يتم تقييمه بشكل متأني أكثر من ذلك. تعرف تتحدث عن 35 صفحة وليس فقط عن النتائج والتوصيات، لكن أعتقد كان هناك مجموعة أيضا من الأسئلة كان يجب أن يجيب عليها التقرير. وهذه الملاحظات ليس من باب إضعاف أو نقد التقرير، إنما من باب أخذها في أعمال لجان تحقيق أخرى قادمة قد تشكل، يعني وبالتالي حتى نعزز من مهنية هذه اللجان. مثلا يعني التقرير لازم يتحدث عن منهجية الحصول على المعلومات، ومن أين وكيف تم الاستماع ومثول الأشخاص أمام هذه اللجنة. مثلا عندما يتم الحديث عن الأجهزة الأمنية، هل فقط كانت لقاءات هي بروتوكولية أم مثل قادة الأجهزة وضباط في الأمن وفي أجهزة الأمن أمام هذه اللجنة أم لا؟ عندما قرأت التقرير مثلا لاحظت أنه يتحدث عن مجموعة من الشهادات، حوالي 32 شهادة تتحدث عن حقوقيين وعن محامين وعن أكاديميين، لكنها لم تذكر إن كان من بين هذه 32 شهادة أي ضابط من ضباط الأمن. المسألة الأخرى فيما يتعلق في المسؤوليات التي تمت والتحقيق التي أجرته الشرطة. طبعا لاحظ أن التقرير حمل مدير عام الشرطة هو المسؤولية التامة عن الموضوع، ولم يحمل الجهات كجهاز بصورة عامة هذا الموضوع، ويشير إلى أنه قد تم إجراء تحقيق داخلي في الشرطة، وأن إجراءات اتخذت بحق أشخاص. إذا كانت هذه الموقف يعبر عن موقف فقط مدير الشرطة ولا يعبر عن موقف جهات الشرطة، كان يجب أن نستمع إلى الإجابة لماذا كان موقف لم نستمع إلى موقف مختلف في اليوم بعد الحادث من الشرطة. لماذا لم يعلن رسميا عن أي إجراءات اتخذت، بمعنى أن تقول الشرطة أنه كان هناك خلل في الميدان نتيجة هذا العمل. يعني عادة سمعنا إلى تبريرات لما حدث في هذا الموضوع، وبالتالي حتى هذه اللحظة هناك إحساس بأن موقف جهات الشرطة كان منسجما بصورة تامة مع ما جرى. هذه أيضا كان يتم الإجابة عليها. مثلا التقرير يتحدث عن تشكيل
لجنة مشتركة، يعني بقول في الميدان تشكلت حسب ما ورد بالتقرير لجنة مشتركة، لكن عندما وزعت المسؤوليات تم الحديث عن تمايزات في الموقف، على سبيل المثال بين موقف مدير الشرطة وموقف مدير الأمن الوطني. إذا ما هي فعالية هذه اللجنة؟ هل كان من كان في هذه اللجنة؟ لماذا تم التصرف مع المتظاهرين إذا كانت اللجنة هي مشتركة؟ هل العمل المشترك يعني إذا بيقدروش يفرضوا قرارات بشكل مشترك، شو فائدة مثل هذه اللجنة؟ بصراحة كان هذا يجب أن يتم الإجابة عليه. صحيح. بعض الجوانب نشرت البينات التي تم الاعتماد عليها لما تم التحديث عن ناطق بلسان الأجهزة الأمنية، تم نشر بعض البينات لما نشروه على الفيسبوك، لكن تجاه القضايا الأخرى لماذا لم يتم نشر البينات حتى نستطيع أن نعرف النتائج التي بنيت عليها مثل هذه الاستنتاجات؟ مثلا لاحظنا أنه يتحدث عن الأجهزة الأمنية بصورة عامة. طب إذا كان هناك تباينات في المواقف في الميدان بين الأجهزة الأمنية وضعف الغرفة المشتركة وقدرتها على التأثير، ما هو السبب لذلك؟ هل لا يعكس ذلك مثلا ضعف في قدرة السيطرة المركزية على عمل الأجهزة، لأن الأجهزة ما هي ليست مناطق وجزر مختلفة ويتم التعامل مع كل جهاز؟ يعني مش ممكن انه يتم الحديث فعلا عن ضعف سيطرة وزارة الداخلية او ارتباط هذه الأجهزة بوزارة الداخلية، وبالتالي الحديث عن تعيين وزير داخلية متفرغ في هذا المنصب حتى يستطيع ان يضبط هذه الامور. اعتقد يعني القراءة المتعمقة ممكن توصلنا الى مجموعة من النتائج، لكن هذا لا يضعف بصراحة من التقرير الذي خرج بصورة عامة. أنا بتحدث تناقش بطريقة مهنية في بعض هذه الأمور، لكنه من وجهة نظري لا يضعف هذا التقرير، وبعتبره نقلة نوعية يمكن أن يشكل مبادئ يبنى عليها في اللاحق. وهان لازم نشكر اللجنة، رئيس اللجنة والأعضاء اللي موجودين في اللجنة على الجهد الذي بذلوه ومصداقيتهم في إخراج هذا التقرير رغم التأخير، إلا أن الفترة هي فعلا التي منحت لهم هي فترة محدودة جدا. يعني بمعنى هذه الملاحظات ليست من باب النقد، أنا موجود يعني بحكيها للجنة، إنما أعتقد كان ممكن أنه يتم في مرات قادمة أو حتى في داخل هذا التقرير تقديم إجابات أكثر وضوح حول هذا الموضوع. عندها بيكون العمل هو أكثر مهني. أنا لاحظت أنها توسعت في سردها لتصرفات المتظاهرين. عادة اللجان التي تحقق يجب أن يكون منطلقها ليست تصرفات المتظاهرين، يجب أن يكون منطلقها إذا ما كانت ردة فعل، هي التحقيق في ردة فعل الجمهور، في ردة فعل قوات الأمن في استخدامها للقوة، ولازم تجيبنا إذا كان استخدامها ضروريا أم غير ضروري. طبعا القراءة الضمنية التي قرأتها أشارت إلى أنه لم يكن ضروريا استخدام القوة. كان يجب هذه الاستنتاجات، إنه الاستنتاج الأول تقول لم يكن هناك ضروري، المسألة الثانية إنه تم المبالغة فيه بالقوة. أعتقد زائد إنه يتم التحقيق إذا ما كانت أي ملابسات أو أمور مخفية بحاجة إلى نقاش في هذا الموضوع. أعتقد إنه بصورة عامة في كثير ملاحظات يمكن أن تناقش ونخرج فيها دون أن تضعف أو تقلل من أهمية التقرير ونظرة الإيجابية. بدي أرجع بس لنقطة الشرطة. الآن دائما لما بيصير أي حدث في أي دولة أخرى، إنه مثلا اعتداء على متظاهرين أو كذا، أو أي حدث فردي بيصير أو أي شيء، تخرج الشرطة كجهاز ببيان للجمهور لتوضيح ما جرى. في الحالة اللي احنا صارت عندنا لم تخرج الشرطة ببيان، خرج الناطق باسم كل الأجهزة الأمنية بمقابلة على التلفزيون الرسمي للحديث عن الموضوع. أول إشي، هل هذه طريقة التعاطي صحيحة أم كان من المفضل إنه مثلا يخرج ببيان يقول فيه سنحقق بما جرى مثلا للجمهور كله، بدل ما يخرج بنفس اليوم مساء بمقابلة على التلفزيون الرسمي المذيع يؤيد ما يقوله الناطق باسم الأجهزة الأمنية ويقول المحرضين وما إلى ذلك والأجندات ومحاولة زعزعة. يعني إحنا نفهم، إحنا عندنا تلفزيون عسكري أمني، يعني إحنا دولة عسكرية، ولا إحنا المفروض مهما كانت التلفزيون رسمي إنه ما يتبنى وجهة نظر قبل التحقيق في أي موضوع. يعني طريقة التعاطي مباشرة
مع هذه القضية من وجهة نظرك؟ أنا بعتقد إنه من المنطق والصحة إنه أي موقف يعلن أن يكون من أي ناطق وأن يكون نتاج في مثل هذه المواقف للجان التحقيق. وما دامت الشرطة قد بدأت في تحقيق، حتى لو كان تحقيقها حولها، لأنه تحقيقها انضباطي في الآخر مهما كان نتائج تحقيقها، لو خرجوا وقالوا أنه أجري التحقيق في هذه المسألة واتخذت إجراءات في هذا الجانب، أو بمعنى خرجت بتقريرها الموضوعي وكشفت الجمهور ما تم، أعتقد أن كثير من هذه الأمور ستخف من حدتها. للأسف كان هذا خطأ كبير وقعت فيه الشرطة، بأن التحقيق الذي أجرته أبقته بقي مخفيا وغير معلن فيها، وهذا ساهم بأنه النظرة تبين وكأن هناك موقف ممنهج في التعامل مع المظاهرة، مع أنه التقرير اللي بتشير إلى لجنة التحقيق يشير إلى تميزات ويشير إلى تحقيق داخلي أجرت الشرطة ويشير إلى إجراءات اتخذت ضد بعض الأفراد اللي تصرفوا بشكل خاطئ. يعني حتى لو خرج هذا الموضوع وبنى الناطق الرسمي موقفه عليه، بعتقد هذا كان سيساهم بمص الاحتكام بالدرجة الأولى وبتعزيز الثقة في هذه هذا يتم التصرف بشكل مقبول في مسألة من هذا النوع. إذا وقع خطأ لازم يعرف الجمهور فعلا أنه قيادة الأجهزة لا تقبل بهذه الأخطاء. يعني هذا اللي قصدته أنا في هيك أحداث، المفروض يكون في مين المرجعية اللي لازم على طول تقرر البيان اللي بتصدره أو الشخص المناسب للحديث عن هذا الموضوع، حتى لا يصير زيادة في حالة الاحتقان كما حدث بصراحة، انه زادت حالة الاحتقان والتوتر من وراء هذه التصريحات. هون الفجوة الموجودة، انه بعد كل حدث لا يوجد خلينا نحكي بيان من جهاز الشرطة، بيان خلينا نحكي يعني يستوعبه الجمهور ويكون على مستوى الحدث. صحيح، أنا بعتقد أنه واجب أنه تكون مثل هذه الأمور متوفرة، واجب أن نخاطب الجمهور بجرأة. الأجهزة الأمنية هي جزء مهم من عمل المجتمع، وبالتالي لازم نعزز ونفكر كيف ممكن نعزز التماسك والترابط إذا أخطأ أي كان. بعتقد أنه الإعلان والكشف عن وجود هذا الخطأ وملاحقة من ارتكبوا هذا الخطأ لا يضعف على الإطلاق الأجهزة الأمنية. أعتقد أنه التقرير يعني كان لازم يبين لنا بصراحة بشكل كبير جدا، وأنا كنت هذه المسألة مهتمة إنه درجة التعاون، لأنه عم بقرأ وقرأت التقرير أشوف إذا كان قد مثل أي ضابط من ضباط الأمن أمام لجنة التحقيق أم لا. بصراحة ما قدرتش أتوصل إلى هذه الإجابة، وشعر ضمنيا بأنه فقط تم الاعتماد على لقاء مع رئيس الوزراء بصفة وزير الداخلية ومع قائد الشرطة، ولم يتم الحديث عن مثول أي هذا، وهذا يعني بعطينا إجابة واضحة قديش كانت الجهات الرسمية متقبلة لوجود لجنة ذات طابع مدني تحقق في تصرف أمني. وأنا أعتقد هذه المسألة جديدة على قوة الأمن ولم تعتاد عليها إطلاقا، وقد يكون هناك رفض داخلي لمثل هذه الفكرة ثقافيا يعني مش فيها. فكان هذه المسألة جيد إذا قدم لنا التقرير قديش كسر هذا الحاجز أم لم يكسر بصراحة. صحيح. طيب الآن من ناحية قانونية بهذا التقرير سلم لرئيس الوزراء دكتور رامي الحمدلله، ما هو الإجراء الذي سيتخذ أو من المفترض أن يتخذ من قبل رئيس الوزراء برأيك؟ أنا أعتقد كان ممكن إنه التوصيات تتضمن آليات أكثر وضوح فيما يتعلق في التنفيذ. يعني بمعنى أنا لاحظت في نوع من العمومية ترك إلى بعض تنفيذ التوصيات، لا كان ممكن إنه تتوضح باتخاذ خطوات ملموسة. التوصيات لم تكن تصير فيها درجة عالية من الوضوح، لكن كان فيها إشارات إيجابية في بعض الأمور لاتخاذها. يعني كان ممكن فيما يتعلق لما يتم تناول أي جانب من الجوانب إنه يتم الإشارة إلها وبشكله الواضح. يعني الآليات لازم تبقى واضحة. أعتقد مجلس الوزراء الآن عليه أن يباشر باتخاذ خطوات
فاعلة لتنفيذ هذه القرارات، ليس على المستوى الفردي فقط، ممكن على المستوى السياساتي أيضا، وأن نلمس وأن نعلن للجمهور ما هي الخطوات التي ستتخذ في كل توصية من هذه التوصيات ولا لا، أو أن يشكل لجنة. بس طبعا بدنا نكون كمان حذرين، لأنه سبق وأن شكلت لجان لتنفيذ توصيات، وبتذكر لما كان تقرير جولدستون وكان في حينه تقرير في مهني وفي مجموعة من التوصيات الهامة، وشكل مجلس الوزراء لجنة لتنفيذ هذه التوصيات أيام تقرير جولدستون، لكن لا تم سحبه للأسف. لا، بقصد على المستوى الفلسطيني. على المستوى الفلسطيني وشكلت لجنة، واللجنة اجتمعت لكن لم يقدم أي شيء لمجلس الوزراء ولم تتخذ خطوة. يعني تنفيذ التوصيات مسألة كثير مهمة. نعم، يعني الخطوة الأهم الآن تنفيذ التوصيات برأيك، مش بس فقط كتابة توصيات. صحيح، مفروض أن يتم تنفيذ هذه التوصيات. بتحدث عن كثير مسائل، بس على الأقل يعني كان جيد أنه التقرير أكد على أنه هذا التجمع، وأجاب على أن هذا التجمع اتسم بالسلمية ولم يخرج عن نطاق السلمية، وما زال يعني هو سلمي. في بعض الأمور اللي ناقشها مثلا كان المفروض أنه يعطينا إجابات، مثلا أنه قوات الأمن كان عندها توجس ووجود معلومات، لازم يقدم تحليل يشير إلى أنه هذه المصادر التي تعتمد عليها قديش جديتها، وإن كانت هذه التوجسات أصلا كانت في مكانها، ولا مرات هذا التقرير فيها نوع من الضعف المهني، وبالتالي ممكن تدفع قوة الأمن لتصرفات بس في نقطة إنه تتطرق لأفراد الأمن باللباس المدني، هاي نقطة مهمة، وهم موجودين بيكونوا عادة في كل اعتصام بيصير أو حدث بيصير، وإنه هذه نقطة مهمة إنه انتقدوا وجود أفراد بلباس مدني. صحيح. هذه من النقاط اللي كثير مهمة واللي تم التطرق لها بالتقرير، ومناقشته للبيئة وعدم اقتصاره للحدث على الميدان. أعتقد أنها كانت خطوة كثير إيجابية وجيدة في هذا التقرير. برضه في نقطة أستاذ ماجد، بعرفش إذا يعني تطرق إلها التقرير، عجبتني بإنه الأدوات اللي لازم تكون مع جهاز الشرطة في حال الاعتصامات، زي وجود شبر يفصل مثلا وجود المعتصمين، شريط يعني يمتد من حائط إلى حائط أو من مكان إلى مكان، بفصلهم عن بدل ما الاشتباك معهم مباشرة. استخدام بعض الأدوات اللي لازم تستخدم في الاعتصام، يعني لإيش العصي والهروات لهيك اعتصام. انتقاد وجود عصا كهربائية لأحد أفراد الأمن، بس النقطة اللي لفتت انتباهي إنه لماذا محاسبة هذا العنصر على استخدامه للعصا الكهربائية؟ يعني هل هو جايبها من عنده من البيت مثلا العصا الكهربائية؟ لا صحيح، يعني هي أكثر شائكة جدا، تتطلب انه في نوع من الاجابه فيها. بصراحه يعني المساله المتعلقه بالعلاقه ومسؤوليه الاجهزه شوي انا لاحظت انه التقرير تجنب الخوض فيها بشكل كامل، وحاول ان يستند ويظهر الامر كانه كان ميدانيا وداخل الحدود الميدانيه الموجوده فيه، وهذه نقطه كان ممكن يكون اوضح فيها التقرير. نعم صحيح. إذا ننتظر قديش ممكن ياخذ وقت حسب علمك وخبرتك في الموضوع هذا إنه لا يردوا الحكومة أو رئيس الوزراء على التقرير؟ أنا بعتقد اليوم عنده اجتماع مجلس الوزراء. نعم. وبتوقع إنه يعلن، لأنه أصلا تعهد بتبني كل هذه التوصيات، وباعتبار إنه رئيس لجنتها هو وكيل وزارة الداخلية، بعتقد والحد الأدنى أن يصدر قرار في مجلس الوزراء يعلن اليوم عن تبنيه وتنفيذه لكامل التوصيات التي صدرت في اللجنة، وإلا فلا قيمة لتشكيل هذه اللجنة. هذا لازم يكون على قرار رقم 1 أو من أهم القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء اليوم، لأنه هو الذي شكل هذه اللجنة، وبالتالي أدبيا هو يجب أن يلتزم بكل النتائج التي خرجت بها. إذا بانتظار إن شاء الله ما سيتمخض عنه اجتماع رئاسة الوزراء اليوم. بشكرك جدا على هذه التوضيحات أستاذ ماجد العاروري، الخبير في القوانين الإعلامية وحقوق الإنسان. تحياتي لك، يسعد صباحك. شكرا جزيلا. هلا بك. أحلى FM بحجم الحدث.